تخيل معايا هاد الموقف. أب عنده 61 عام، طاح قدام دار بنته في نهار من نهارات العيد، موقع عليه حتى شي ضرر خطير، ولكن بدل ما يدوز هاد الشي غير حادث بسيط، قرر أنه يدير حاجة ما يتوقعها حتى شي واحد. مشى عند المحامي ورفع دعوى قضائية ضد بنته وراجلها في المحكمة. هاد القصة وقعت مع 4 شخصيات رئيسية. سمية امرأة عندها 30 عام، كتخدم وكتبغي تجمع العائلة في الدار ديالها خصوصا في المناسبات. ياسين هو راجل سمية، عنده 31 سنة، إنسان هادي وكيحاول ديما يحترم العائلة ديال مرتو. الحسين هو الأب ديال سمية اللي عنده 61 عام، معروف في العائلة بأنه عصبي شوية وكيبغي يكون هو اللي عنده الحق ديما. فاطمة هي الأم ديال سمية، امرأة طيبة القلب وكتحاول ديما تهدي المشاكل اللي كتوقع في العائلة. ولكن باش نفهمو كيفاش وصلت الأمور لهاد الدرجة، خاصنا نرجعو شوية نهار عيد الفطر اللي هو عيد الصغير. وهنا غادي تبدا القصة. في الصباح ديال العيد، سمية كانت فرحانة بزاف. فقت بكري وجدت الطابلة، دارت القهوة الشباكية والبريواد. الدار كانت عامرة بريحة العيد. مع العشرة الصباح تقريبا بداو أفراد العائلة كيجيو يباركوا ليهم العيد. جاو الوالدين ديالها وجاو حتى الدراري الصغار والأقارب، تيضحكوا السلام عليكم وعليكم السلام، مبروك عواشركم. الأجواء كانت دافئة بزاف، حتى ياسين كان حتى هو فرحان بهاد الجو العائلي. جلسوا كاملين وكيضحكوا وكيعاودوا داكشي اللي داز. ولكن وسط هاد الفرح وقع واحد الموقف صغير خلى الجو يتبدل شوية، اللي هو الموقف اللي ضايق الأب الحسين شوية. ياسين في داك النهار شرب شوية ديال الشراب ديال العيد، ما كانش سكران وما دار حتى شي تصرف خايب، غير بان عليه أنه مرتاح شوية وكيضحك بزاف. ولكن الحسين لاحظ هاد الشي وما عجبوش الحال. قرب ليه الحسين وبدا كيغوت عليه. الراجل خاصو يعرف حدو، ماشي تجي لدار الناس وتشرب بزاف. الدار سكلات. ياسين حس بالإحراج ولكن بقى ساكت. سمية حتى هي ما عجباش الحال، ولكن جلس مع راسها ماشي مشكل، يمكن غير نهار وغادي يدوز. وفعلا دازت المناسبة بلا مشاكل كبيرة. ولكن من بعد يومين هنا فين غيوقع المشكل. من بعد يومين سمية قررت تعاود تجنه تاني العائلة في الدار، قالت ليهم اجيو عندنا للدار نتفرجوا في شي فيلم ونهضروا شوية ونفوجوا شي شوية. مع العشية الناس بداو تيجيو للدار، الدراري الصغار كيجريو في وسط الدار والناس الكبار كيضحكوا وتيهضروا وتيجمعوا. الجو رجع عاوتاني كيف كان في العيد. واحد شوية واحد من وليدات سمية خرج باش يمشي للطوموبيل، ولكن الأرض كانت فيها الغيس بحكم أنه طاحت الشتا قبل. ملي خرج تزنق وطاح. الحسين الأب ديال سمية كان قريب للولد وشدو قبل ما يتهرس. رجع للدار ولكن الحسين معصب وبدا كيغوت، كيفاش خليتو الأرض هكا؟ راه الناس غادي تطيح. سمية حاولت تجاوبو غير بالخاطر، راه غير شوية الريس هداك وغادي نعاونو الناس ملي يبغيو يخرجوا، ولكن هو بقى معصب. وهنا الحسين قرر يخرج برا، وكان لابس الصندالة ديال الدار اللي كتزلق، ديك الصندالات الميكا. فاطمة اللي هي مرت الحسين قالت ليه فين غادي؟ الأرض راه فيها الغيس. ولكن ما سمعش ليها وما سمع حتى واحد. خرج في الظلام وغادي بشوية الخطوات، واحد شوية ويتزلق وطاح واحد الطيحة قاصحة. هنا سمية وياسين شافوه وخرجوا تيجريو عندو النيشان، عاونوه باش يوقف. كانت عندو شوية جروح ومضروق شوية في جنبو، ولكن ما عندو حتى شي كسر. رجعوه للدار. سمية جابت ليه شوية ديال الثلج وقالت ليه بابا دير عدس الثلج وهذا يدوز هاد الشي وغتولي بخير وعلى خير. وقالت ليه تاني خاصك ترد البال راسك شي شوية، ولكن هو جوقها يتبكدش كيف الجهد ديالي، وبدا كيغوت عليهم في وسط العائلة.
وانتوما اللي خليتو الغيس قدام الدار وما شطبتوش الدار وما كتنقيوش الدنيا وانتوما اللي باغيين هاد الشي. الجو ولا خايب في وسط الدار والناس بدات كتمشي في حالها. هنا سمية وياسين عاونوا الضيافين باش يخرجوا ويوصلوهم لطوموبيلاتهم. من بعد نهار يومين سمية صيفطت الميساج لباه تسولو على صحتو. مضرا بابا، كيف بكيتي؟ كيف بقات صحتك؟ اش خبارك؟ ولكن الجواب ديال باها خلاها انها تصدم. قال ليها انه كيحمل المسؤوليه كامله لراجلها ياسين، وبان ليها انه مشى عند المحامي ورفع دعوى قضائيه ضدهم، وقال ليها انه خبر العائله كامله بهذا القرار. سمية ما تيقاتش. كيفاش الاب يرفع دعوى قضائيه ضد بنته؟ في هاد اللحظه قررت سمية هي وراجلها انهم يبروكيو الحسين. ودابا دازت تقريبا شهرين وما كاين حتى شي تواصل بيناتهم. فاطمه اللي هي الام ديال سمية حتى هي طال عليها الدم من جهه راجلها الحسين، وقاس لبنتها سمية انه تراجع على ذاك القرار والغى المحامي، ولكن الثقه تهرست، ما بقاتش بيناتهم الثقه. ودابا السؤال تيبقى لكم، الا كنتو في بلاصه سمية واش غادي تسامحوا الاب ديالكم وتحاولوا تصلحوا العلاقه، ولا هذا الشيء اللي دار كيتعتبر تجاوز الحدود؟ خليو لي الاجوبه ديالكم والاراء ديالكم في التعليقات.